ريبيرو وافكار ريبيرو وطريقه ريبيرو. وقبل كده بدايه الدوري بايام قليله خليني اقول لك ان ريبيرو قدر يحط ايده على تشكيله النادي الاهلي بنسبه 90% او 100%، واعتقد دي التشكيله اللي هتكمل معاه باقي الدوري. لكن قبل ما نتكلم في التشكيله تعالى اقول لك يا صديقي ان الايام اللي فاتت ريبيرو عمل ماتشات وديه كتير، حتى بعد معسكر تونس بعد ما عمل ماتشين هناك رجع هنا عمل ماتشين كمان، بقوا 3 ماتشات منهم هنا ماتشين في نفس اليوم، ماتش قدام منتخب مصر للشباب والنادي الاهلي كسب 1-0 بهدف جراديشار. في نفس اليوم عمل ماتش قدام بتروجيت والماتش انتهى 2-2. طب يا صديقي هنا بعد هنا معسكر تونس والماتشات اللي عملها النادي الاهلي هناك في تونس، وبعد ما رجع وعمل ماتشات وديه، فاعتقد ان ريبيرو قدر هنا يحدد اللاعب اللي هو عاوزها، اللاعب اللي عايزه في الملعب واللاعب اللي هيحطه على الدكه واللاعب كمان اللي هيكون خارج حسابات هنا ريبيرو. طب يا ترى هي ايه التشكيله وريبيرو هيبدا بمين وهيعمل ايه؟ تعال يلا مع بعضينا عشان نتناقش في التشكيله. التشكيله اللي انا هقولها لك دي يا صديقي هي التشكيله بعد ما اتفرجت على الماتشات الوديه وعرفت بقى ريبيرو هيعمل ايه او بيعمل ايه او استقر على مين. فتعالى نبدا كده واحده واحده بحراسه المرمى. وهنا نبدا بحراسه المرمى هتلاقي فيها خلاف كبير، هتلاقي هنا الشناوي وهتلاقي شوبير، هتلاقي ناس بتقول لك شوبير وناس تاني تقول لك الشناوي. ولكن انا اقول لك يا صديقي بعد الماتشات الوديه اللي حصلت دي ان هيكون في تناوب كده في الماتشات بين شوبير وبين الشناوي، واعتقد اللي هيكسب في الاخر هنا شوبير. ليه شوبير؟ لان الراجل اصلا هنا بيعتمد في طريقه لعبه على حارس المرمى زي ما قلت لك قبل كده، ان هو يلعب هنا ليبرو ويقدر هنا يلعب برجله ويوزع يمين ويوزع شمال ويكون هنا عنصر اساسي في الملعب وعنصر مهم. فاعتقد هنا زي ما قلت لك هيكون في تناوب بين شوبير والشناوي، واعتقد ان شوبير هيكون الاساسي خلال الموسم. طيب نروح ناحيه اليمين، وناحيه اليمين طبعا الراجل مقتنع اقتناع شديد طبعا بمحمد هاني. كل ماتشاته الوديه اللي عملها في تونس وفي مصر محمد هاني اساسي، فاعتقد ان محمد هاني هيكون عنصر اساسي مع ريبيرو في الناحيه اليمين. طيب الناحيه الشمال هنلاقي عندك اثنين، هنلاقي عندك كريم فؤاد وهنلاقي عندك محمد شكري. وجهه نظري وبعد ما اتفرجت طبعا زي ما قلت لك على الماتشات اعتقد ان في افضليه لكريم فؤاد هنا على محمد شكري، طبعا لان كريم فؤاد هنا سريع بيقدر يعمل هنا اندر لاب واوفر لاب، بيقدر هنا يعمل ارتداد لقدام كويس قوي وارتداد برده دفاعي كويس قوي. فاعتقد طبعا هيكون في افضليه لكريم فؤاد عن محمد شكري. وطبعا ماتش يوم السبت الجاي قدام مودرن سبورت هيحدد برضو الملامح الاساسيه لتشكيله ريبيرو. طيب نيجي بقى لقلبي الدفاع، وقلبي الدفاع عندك هنا زحمه شويه، ولكن اعتقد ان ريبيرو من الماتشات اللي هو عملها اعتقد ان هو استقر طبعا في اثنين قلبي الدفاع على ياسين مرعي وعلى كمان احمد رمضان بيكهام. طيب تسالني وتقول لي ليه الاثنين دول بالذات مش ياسر ابراهيم ولا اشرف داري؟ نبدا هنا باشرف داري، وان الراجل خارج حسابات اصلا ريبيرو خالص، فاعتقد كمان ان هو النادي الاهلي بيدور له على العرض عشان يمشي. طيب ياسر ابراهيم هيكون عنصر كويس مع ريبيرو، ولكن ريبيرو هنا طريقه لعبه بتعتمد على اثنين لعيبه كوره، فمين هنا اللي بيلعبوا كوره كويس؟ هتلاقي هنا احمد رمضان بيكهام بيقدر هنا يستلم من الحارس ويطلع بالكوره ويوزع يمين وشمال، ونفس طبعا القصه دي هتلاقي هنا ياسين مرعي. فاعتقد الاثنين دول هيكون لهم دور كبير قوي في خط الدفاع مع ريبيرو. نيجي طبعا بقى لنص الملعب ورقم 6، وهنلاقي ان ريبيرو مقتنع اقتناع شديد جدا بديانج. وطبعا ديانج يا جماعه ما شاء الله دبابه، هو عنده قصور شويه ان هو ما بيعرفش يستلم بظهره، ولكن ده يا جماعه دور مدرب، المدرب هنا مقتنع اقتناع شديد قوي بديانج، فاعتقد ان ديانج هيكون له دور كبير قوي مع ريبيرو، وخاصه طبعا لما يرجع هنا مروان عطيه هيكون في منافسه شديده قوي في المركز ده. نيجي بقى للاثنين اللي هيكونوا جنب ديانج في نص الملعب، اعتقد محمد علي بن رمضان ده امر محسوم نهائي، اعتقد بقى في منافسه شديده لحين عوده امام عاشور بين احمد رضا وقفشه، واعتقد هيكون في افضليه هنا لقفشه على احمد رضا مع ريبيرو طبعا لحد عوده امام عاشور. ومجرد ان امام عاشور هيرجع طبعا هيكتمل بقى مثلث نص الملعب ديانج محمد علي بن رمضان وجنبه امام عاشور. نيجي بقى للجناح الشمال وهيكون في منافسه جديده طبعا طوال الموسم كله، مش اول كمان كام ماتش بس، لا طوال الموسم بين بن شرقي وتريزيجيه. فاعتقد بنسبه 90% او 100% تريزيجيه هيكون ليه افضليه مع ريبيرو على بن شرقي اول كام ماتش كده في الدوري لحد ما نشوف طبعا مستوى تريزيجيه، ولكن بن شرقي هيكون منافس بقوه طوال الموسم كله وهيكون فينا منافسه شرسه، وده طبعا هيفيد النادي الاهلي. نيجي طبعا للجناح اليمين، طبعا امر محسوم نهائي لزيزو، وطبعا بديله عندك حسين الشحات وعندك طاهر، فالمنافسه هتبقى قويه، ولكن اول الموسم واول كام ماتش طبعا الامر محسوم لزيزو. نيجي بقى لمركز الهجوم وعندك شريف وعندك جراديشار. هتيجي تسالني اقول لك ان جراديشار ده لعيب كوره عالي قوي يا جماعه، ادوه بس فرصته وهيكون هداف الدوري، ولكن في الكام ماتش اللي حصل الفتره الاخيره والكام ماتش الودي فاعتقد تالق شريف هيجبر هنا ريبيرو ان هو يبدا بيه الموسم، واعتقد طبعا المنافسه دي في صالح النادي الاهلي، ولكن زي ما قلت لك كده ان هنا الافضليه لريبيرو هتكون لشريف في اول كام ماتش في الدوري. التشكيله اللي انا قلتها لك دي يا صديقي هي تشكيله بنسبه 90% او 100%، دي التشكيله اللي هيبدا بيها ريبيرو ماتش مودرن سبورت يوم السبت، ده طبعا بعد ما اتفرجت على الماتشات الوديه وطبعا على معسكر تونس، وبعد ما شفنا هنا التشكيله قدام منتخب الشباب وشفنا التشكيله قدام بتروجيت، فاعتقد دي التشكيله اللي هيبدا بيها ريبيرو. قول لي بقى في الكومنتات كده توقعاتك للتشكيله، وقول لي كمان رايك في التشكيله اللي انا قلتها، ونتقابل يا صديقي ان شاء الله بعد ماتش النادي الاهلي ومودرن سبورت، وبالتوفيق للنادي الاهلي. سلام.